بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل من الله أن يكون يومنا هذا يوم مبارك ويوم بالسلامة ننعم به والصحة والعافية. سبب هداية هاي الناس ودخولها الجنة وننال الشفاعة غدا إن شاء الله الفضل الكبير لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك يجب علينا أن نذكره دائما، نذكر فضائله، أن ندافع عنه، أن نرد عنه الشبهات. من بين الشبهات التي تلصق بالرسول صلى الله عليه وآله ويراد بها النيل من هذه الشخصية أنه أمي شنو؟ لا يقرأ ولا يكتب. منين جت هاي؟ هو النبي الأمي، هاي قرآنية. فشلبت هاي الجماعة اللي هم يردون يعادون النبي، يقللون من قيمته، مثل ما يقولون كان لحظة وفاته كان يهذي أو كان يهجر، كان يقولون ينسى، كان يكون مرات يحضر حفلات الرقص ومن هالقبيل. على كل حال هاي كلها برنامج لتقليل من أهمية وشخصية هذا الرجل الكبير العظيم. هذا فخر الكائنات كلها، هذا أشرف ما في الكون، أشرف ما في السماء وأشرف ما في الأرض على مدى التاريخ إلى يوم القيامة. من جملة التهم التي لصقت بها هذه، وطبعا للأسف سار على هذا النهج الكثير، يعني علماء محدثين قالوا النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. أولا شوف الرد على هذا وباختصار نرد الشبهة عن الرسول صلى الله عليه وآله. وطبعا الغاية من هذا الحديث اللي جاي تسمعونه وجاي احنا نتلو على مسامعكم الكريمة أن غدا إن شاء الله نكون من الناصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الآية شو تقول: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل إلى نهاية الآية. يعلمهم الكتاب والحكمة. إذا هو شلون يعلمهم الكتاب والحكمة؟ إذن هو لابد أن يكون يقرأ ويكتب حتى يعلمهم. هذا الدفاع الأول. الدفاع الثاني وهو باختصار شديد، سمي بالأمي نسبة إلى أم القرى، أم القرى من هي مكة. وورد هذا، احنا من مرات نفسر القرآن بالقرآن، فشو ورد بالقرآن؟ أم القرى وما حولها. أم القرى من هي؟ مكة. إذن مثل ما يقول بغدادي، حلاوي، ديواني، يقولون أمي نسبة إلى أم القرى. وطبعا هاي الاسم التسمية قديمة، كانت هي أم القرى تلك الفترة لكون كانت مركز تجاري وديني للعالم بأكمله، من يوم أسسها وبناها نبي الله إبراهيم إلى هذا اليوم وتبقى إلى يوم القيامة. زين، هذه الآية القرآنية، هاي آيتين قرآنيات. كذلك سئل الإمام الباقر عليه السلام أحد الأصحاب: يا ابن رسول الله، وانتبه لهذا والله الحديث هذا حتى نختم به. سئل الإمام الباقر: يا ابن رسول الله، لماذا سمي الرسول بالأمي؟ طبعا هو ما جاوب رأسا. المن سأل هذا اللي سأله، قال له: وماذا يقول الناس؟ قال: يقول الناس إنه لا يقرأ ولا يكتب. طبعا هاي منقولة عن الإمام الجواد والإمام الباقر عليه السلام، نفس الرواية نفس الحديث. شوف ايش قال الإمام، قال: كذبوا والله. طبعا رد قاسي كلش. كذبوا والله، لعنهم الله. يعني فد كلمة اللعن. شنو اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله بسبب هاي التلفيقة اللي لفقتها الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله. كذبوا، لعنهم الله، أنه كان يقرأ ويكتب ب73 حرفا. 73 حرفا شنو يعني؟ لغة. يعني كان يعرف العربية وتلك الفترة والفارسية والهندية والصينية واليابانية، واحسب له 73 لغة اللي كان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأعتقد هذا رد كافي وشافي لكون رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب. هذا اليوم دفاعنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الأخوة الكرام، من لم يجد لذنوب غافرا فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.